انسى يكون عندك مشكل مع تشارك العريان بعد ما تشوفي هذه الفيديو، جبت لكم بطريقة سهلة مع واحد الحشو يبقى طري لأطول مدة ممكنة. شوفوا ليش عليه يجي طري ما شاء الله، وبزاف بزاف بنين. ديروا حفظ الفيديو ونروحوا نديروه مع بعض، اكيد هذه الوصفة راح تولي وصفة معتمدة عندكم وما تزيدوش تستغناو عليها. بسم الله نديروه مع بعض. هنايا كنت حطيت 3 كيلات فرينة يكونوا ممسوحين، ضفت عليهم رشة تاع الملح وكيلة غير ربع مخلطة بين السمن والزبدة يكونوا ذايبين وباردين. كملت الكيلة بالزيت يعني حتى نفيضوها كيما راكم تشوفوا. بعدها ضفت عليهم كيلة ناقصة تاع سكر غلاس. خلطت هذه المكونات كامله مع بعض، بسستهم مليح مليح. بعدها ضفت عليهم حبه بيض كامله اللي كنت ضفت لها القليل من الماء الزهر. خلطتهم كامل مع بعض ونبداو نضيفوا فيه تدريجيا. بعدها نبداو نضيفوا في الماء والماء الزهر غير بشويه هكذا حتى تلم معنا العجينه. ويعني كي نشكلوها بين يدينا راح تعطينا عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا، واهم شيء انها ما تتشققش. نغطوها ونخلوها حوالي ساعتين في الثلاجه، ولا من الافضل تخلوها ليله كامله. ونروحو نخدمو الحشو هذا اللي يجي بزاف طري وبنين. هنايا كنت في كاسرونه درت كيله تاع الماء، ضفت عليها كيله سكر ومغرف كبيره زبده، ديتهم فوق النار حتى بدا يغلي لنا الخليط وذابت الزبده. بعدها ضفت عليها 3 كيلات كاوكاو محمص وملحي كيما راكم تشوفوا. نرجعوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لنا ويتقال لنا الخليط. بعدها بعد ما نحوها من فوق النار نضيفوا لها مبشور ليمونه. انا خلطت بين الليمون الاخضر والاصفر وضفت عليها مغرف صغير على لافاني وحوالي مغرف كبيره تاع المزار. بعدها نفرغه في البلاطو ونخليه حتى يبرد تماما. وشوفوا هنايا بعد ما برد راح يتماسك معكم وتقدروا تشكلوه بكل سهوله. وهذه الوصفه غير اعتمدوها في الشارك العريان ولا حتى في وصفات اخرى. ونعاودو نرجعو للعجينه تاعنا بعد ما كانت ارتاحت. نقسمها الى كرات يكون الوزن تاعهم 35 غرام، والحشو وزنته 15 غرام. بعدها نفتحوا العجينه تاعنا هكذا على شكل مستطيل، نديروا الحشو في الوسط ونغلقوا عليه بهذه الطريقه اللي راهي واضحه في الفيديو. بعدها نغلقوا مليح الاطراف بهذه الطريقه، يعني حتى نضمنوا ان الحشو تاعنا ما يخرجناش بعد ما يطيب. ونشكلوا الحلبات تاعنا كيما راه موضح الفيديو، يعني نرقوا الاطراف ونخلوه شويه خشين في الوسط راح يعطي له شكل بزاف شباب. ونكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. بعدها ندهنوه بالبيض. هنايا كنت درت بيضه كامله ورمته في الكاوكاو ايفيلي كما تقدروا ديروا لوز ايفيلي ولا حتى كاوكاو ولا لوز كونكاسي. نكمل كامل بهذه الطريقه. بعدها ندخلهم من الفوق يطيبوا على 180 درجه حتى يتحمروا لنا من التحت ومن الفوق ويعطونا هذه النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. وهكذا يكون معنا واجد، ما بقى لنا غير نرشوه بسكر كلاص ولا نقدموه بهذه الطريقه. والوصفه تاعنا راهي واجده ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم جربوها وبعثوا لي نشوف تطبيقاتكم. كانت هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.